العمل التاني اسمه البيع القصير، وده حضرتك من ابسط الموضوعات، هو صفحة واحدة فكرة واحدة بتعرفها. بنقول لحضرتك تعالى نقرا التمرين، حتى مش عايزك تحفظ اي قوانين لان هو مانيوال بسيط جدا. يرغب احد المستثمرين في البيع القصير ل 4000 سهم لإحدى الشركات عند 64. يبقى حضرتك بنتكلم عند 64، وبعد 6 شهور قرر تغطية مركزه بهامش مبدئي 50% وهامش الصيانة 40%. هنفهم دلوقتي حالا كل ده ايه، بس انا بشرحه لك جوه التمرين احسن. ايه موقف المستثمر لو اصبح سعر السهم 68، ولو اصبح حضرتك او في حالة اذا اصبح سعر السهم 68 او قل بقى ب 60. في النهاية حضرتك كلمة ان هو حضرتك عندي 4000 سهم عند سعر 64، يعني بنقول لحضرتك انك انت اشتريت عند 64. يبقى حضرتك لما انت اشتريت عند 64 بيقول لك ايه اللي يحصل لك لو سعر البيع بقى 68 او سعر البيع قل بقى ب 60. يبقى انت حضرتك شاري بكام؟ 64، وعندنا حالة ان هو زاد او حالة ايه؟ قل. تعال حضرتك نشوف متحصلات البيع او متحصلات الشراء. هنا يا فندم بنقول ان حضرتك انت بعت بكام؟ بعت ب 64. تمام. لما بعت ب 64 انت عندك كام سهم؟ 4000. وهنا عندك برضو كام سهم؟ يعني الرقم ده مش هيتغير. الرقم ده مش هيتغير، انت السعر 64 هنا اللي انت بعت بيها، وهنا 64 اللي انت بعت بيها. ضربنا 4000 سهم في 64 طلع 256000، وهنا طلع اكيد نفس الرقم. حلو قوي، يبقى ده ما فيهوش اختلاف. الخطوه الاولى تعملها ما فيهاش اي اختلاف. الخطوه الثانيه بيقول لك ايه اللي يحصل لو انت اشتريت بكام؟ ب 68. ولو انت اشتريت بكام؟ يعني انت عارف اصلا بالبلدي انت كسبان ولا خسران؟ ركز ثاني كده، انت اشتريت بكام يا صاحبي؟ وبعت بكام؟ كسبان ولا خسران؟ خسران جدا. انت اشتريت اهو يا فندم، اشتريتي، ده من اسهل التمارين، اشتريت ب 68 جنيه فبعت ال 4000 سهم هم ب 64. انت عارف ان انت خسران، انت رايح تحسب بقى خسران كام. هنا بقى حضرتك اشتريت بكام؟ بعد 6 شهور وصل كام؟ كسبان ولا خسران؟ كسبان. يبقى حضرتك بالبلدي اصلا ينفع تحسبها. الكلام ده تحسبه في سهم واحد، اللي هو هنا حضرتك كسبان 8 جنيه مش كده؟ كسبان سوري 4 جنيه، وهنا خسران كام؟ 4 جنيه. جبت انت بقى كام سهم؟ بس كده يا فندم. يبقى حضرتك هنا 4 في 4000، يبقى انت هنا خسران كام؟ 1000 من غير اي حاجه. وانت في اللجنه انا مش عايزك تحسب حاجه بصراحه. انت عارف يا باشا ان انت خسران 4 او كسبان 4، بس انت جبت كام سهم؟ 4000 سهم. يبقى هنا ال 4000 خساره في السهم الواحد اضربها في 4000 طلع كام يا صاحبي؟ خسارتك 16000. اخبط هنا نفس الرقم بس بالموجب، وما عندناش سالب بنحط اقواس. السالب عندي اقواس. خلاص الخطوه الاولى؟ خلاص الخطوه الاولى؟ تمام. بنقول لحضرتك وريني الميزانيه لما بتيجي تعمل بقى المركز القصير دي. حضرتك كلمه مركز قصير باختصار انك بتاخد الرقم اللي انت حضرتك بنتكلم على البيع بيه اللي هو اللي ما اتغيرش ده. ركز كده، هعمل الميزانيه ازاي؟ بناخد حضرتك بنقول هنا بالظبط في الاصول 256000 متحصلات بيع قصير، وهنا يا فندم المركز القصير في الخصوم وراس المال نفس الرقم. هو قال لك بقى الهامش المبدئي كام؟ تعالى بقى نشرح الكلمه دي. كلمه هامش مبدئي 50%، يعني الفلوس دي مش فلوسي كلها، انا ليا كام منها؟ 50%. الترجمه الحرفيه لكلمه هامش مبدئي 50% ان الفلوس اللي انا بعت بيها دي مش فلوسي، ده انا امتلك بس كام فيها؟ 256000 بقسمها او بضربها في 50%. يبقى الهامش المبدئي الوديعه اللي انا حطيتها هناك في شركه السمسره، من الاخر يا جماعه شركه السمسره لو انت حطيت 100000 بتحط هي كمان 100000، فانتوا تجيبوا قد ايه؟ ب 200000. طب انت حطيت 200000 هي تحط كام؟ ده معنى كلمه هامش مبدئي 50%. فهمت كده؟ هامش مبدئي 50% معناها اللي انت بتحطه هي تحط قده كثقه منها عشان تشتروا برقم كبير. طب لما تكسبوا هل دي فلوسك؟ لا مش فلوسك، ده انا ليا النص مش كده؟ وبالتالي معنى كلمه هامش مبدئي ان الفلوس دي حضرتك انت تمتلك نصها. نص ال 256 كام؟ 128. حلو قوي. يبقى حضرتك ده كده المركز القصير، وده حضرتك 128. جمع واكسب يطلع كله كام يا صاحبي؟ 384000. ده مانيوال بتمشي عليه 384000. ده حضرتك اجمالي الخصوم والملكيه. ادي الخصوم وادي الملكيه. انا عندي كام حاله بقى؟ 2. سعر السهم وصل كام؟
وهنا سعر السهم وصل كام؟ ركز حضرتك بنعمل ايه بالظبط؟ ما بنعملش حاجه فيها اي لقطه. اولا حضرتك شايف الارقام دي؟ انقلها كوبي بيست اهي يا فندم. هل دول اختلفوا يا صاحبي؟ كلام عبيط جدا. ها؟ ما اختلفوش، خدناهم هم. قلنا ده ايه؟ متحصلات البيع، وده ايه؟ ال 50%. ولما جمعناهم طلعوا كام؟ 384,300. يبقى ده حضرتك لم يتغير. اتفقنا؟ الهامش المبدئي ده دايما بجيب النص اللي المتحصلات. الهامش المبدئي دايما 50%. اضرب حضرتك في الرقم اللي موجود اللي انت بعت بيه واجمعهم على بعض. تمام. حلو قوي. تعالى بقى الناحيه الثانيه. دلوقتي يا فندم اول حاجه تعملها ان تاخد الرقم الاخير هنا، لانه مش هيتغير. مش انت عندك حضرتك طول الميزانيه الاصول قد الخصوم والرسم وحقوق الملكيه، فالرقم الاخير مش هيتغير. نطلع بقى فين يا فندم؟ هنا حضرتك هنا كام الرقم لما انت اشتريت؟ 272. وهنا كام؟ هي دي الارقام اللي هناخدها تحت اهو يا فندم. 272 وكام؟ يبقى برضو ده انا بنقله. فهمت نقلناه ازاي؟ نقلناه من فوق. تاني حضرتك دلوقتي دي متحصلات الشراء، طلع لي رقمين. انا خدت حضرتك هنا كل ده نقلته على اليمين، خلصنا منه. وخدنا الرقم الاخير نزلناه برضو على الشمال. الرقم ده والرقم ده ليهم استخدام دلوقتي. في ال 68 272,000 وفي ال 60 240,000 اهو يا صاحبي. هنا 272,000 في ال 68 صح كده؟ ونقلنا ده 240,000 في الكام؟ في ال 60. اتفقنا كده لحد هنا؟ بننقل ارقام ما عملناش حاجه خالص. الرقم اللي في النص جه ازاي؟ ده ناقص ده هيديني ده. الاخير ناقص ده اللي انت نقلته برضو ناقص ده اهو هيديني ده. بس خلصنا التمرين. مانيوال. هعيده المره الاخيره. نقول تاني حضرتك هنا انت بعت ب 64. طب اشتريت بكام؟ والله كنت شاري 68. انت خسران كام؟ 4 جنيه. في كام الف سهم؟ 4000 سهم. يبقى هنا خسران 16,000، هنا كسبان 16,000. هيجي يقول لك كده احسب مقدار نقط الربح او شرط الخساره زي ما يكون. اذا كان سعر شراء السهم 68 تختار على طول 16,000 في اللي تشوز. فهمت قصدي؟ اذا كان سعر شراء السهم 60 تختار في اللي تشوز 16,000 بس بالموجب. خلاص كده؟ بعدها على طول يسأل حضرتك على الميزانية جبناها ازاي يا فندم؟ متحصلات البيع بتاعتك وزود عليها ال 50%. التوتال هو اجمالي الاصول والخصوم. هنعمل بيهم ايه؟ هناخدهم كوبي مرتين على اليمين. اتفقنا كده؟ وتنقل الرقم الاخير هنحتاجه. الرقمين دول جبناهم منين يا فندم؟ دي حضرتك متحصلات الشراء. والرقم ده ناقص ده وحط هنا، وده ناقص ده وحط هنا. اتفقنا كده؟ مانيوال يا جماعه، ما فيهوش قوانين، هو طريقه حل. في الاخر بيقول لحضرتك قول لي الهامش. فهنا حضرتك الهامش باختصار الملكيه على قيمه المركز القصير. الملكيه بتاعتك كانت 50% على الهامش بتاعك اللي هو الرقم التوتال اللي انت بعت بيه، يبقى انت لسه عند ال 50%. طب لو كان والله يا فندم عند غلق المركز بسعر 168. يعني ايه 168 يا فندم؟ يبقى حضرتك ال 100% وزودنا عليها ال 68. 168. فهنا حضرتك ال 112 دي ركز، ال 112 هنقسمها على اللي فوقيها. انا سايب لك كل حاجه عشان تصور لو عاوز. مش فاهم. ال 112 هنقسمها على اللي فوقيها يطلع 41%. بتجيب حضرتك وديعه الهامش المبدئي تقسميها على المركز القصير. بس انا مش عايزك تحفظي قوانين. وهنا عملنا كده 144,000 على الرقم بتاع متحصلات البيع طلع 60%. ده اللي انت هتختاره في التشوز. في حاجه اسمها لما بيقفل المركز عند رقم كذا. لما بنقفل المركز حضرتك ال 168 جنيه للسهم، يعني حضرتك هنا بنتكلم في ال 68 اللي هو فوق ال 100%. خلاص كده؟ يبقى 168 للسهم ده تاخدي الرقم بتاع ال 68 بصفه عامه تقسميه على المركز القصير بتاعك. قسمنا ده على ده وقسمنا ده على ده. ده اسمه ايه؟ اسمه حضرتك الهامش بيساوي كام؟ الهامش بيساوي كام؟ يبقى انت بالارقام كلها بتحللي في كلمه الهامش. الهامش بيساوي حضرتك انت في الاول كنت كام؟ ملكيتك 128. الملكيه هنا يا فندم
قلت بقت 112 وهنا زادت بقت 114. في النهايه انت في كل مره بتقسمي ايه؟ بتقسمي حضرتك الملكيه على المركز القصير. طب هنا في الاول خالص قسمنا ايه؟ قسمنا الوديعه بتاعتي ال 50% على التوتال كله، فطلع 50%. طب انا وضعي هنا سيء ولا مش سيء؟ اكيد سيء، لان انا خسرت. لان انا بقول لحضرتك انت كنت شاريه ب 68 وبقى ب 64، فانت خسرانه. فحضرتك وضعك في الخساره الملكيه قلت لكام؟ ل 41%، وهنا انت كسبانه عشان شاريه ب 60 وبعتي ب 64، وبالتالي هنا انت كسبانه، فانت ملكيتك زادت على 50%. ده حضرتك من ابسط الموضوعات العملي اللي عندك. ده الموضوع العملي الثاني، يعتبر ما فيهوش قوانين، هو طريقه حل بالظبط.